يوثم الهاشمي. هذا الأخ ما شاء الله خانا. عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. حياك الله. كيف حالك أخي؟ إن شاء الله الحمد بخير. لله. الحمد لله. كيفك حبيبي؟ بخير. الحمد لله بخير. من كم يوم شفت فيديو لإلك تقول مشان الذي عنده. عليكم السلام. لا إيش بايسنيش. كان بس عندي سؤال. إنه هذيك المرة شفت لإلك فيديو تقول من كان له نصيحة لذي سلطان فعليه أن لا يعني يبدي علانية. عليه نية. شفت قول ابن باز والألباني يقولون هذا ليس بحديث. لا، الألباني يصححه. الشيخ مقبل يضعفه. الألباني يصحح الحديث. ولكن أنا رأيت أكثر من مصدر أنه يقولون ليس بصحيح. لا، الألباني يصحح الحديث، وفي بعض العلماء يضعفونه، لكن الذين يصححونه عندهم دليل من القرآن، وهو أن الله جل وعلا أرسل موسى وهارون عندما أرادوا أن ينصحوا ويدعوا فرعون. هل قال اذهبوا إلى مجالس بني إسرائيل، أم قال اذهبا إلى فرعون؟ إذا فرعون أكيد يعني. نعم. فالعلماء يستدلون بهذه الآية كذلك. وكذلك ما يقوي هذا الحديث في صحيح البخاري، أسامة بن زيد بن حارثة عندما قالوا له لماذا لا تنصح عثمان، قال أنصح لكن بيني وبينه. نعم أنا أعرف هذا الكلام، ولكن أنا بحثت بصراحة فما شفت الألباني صححه. لا أخي، ما الألباني أعرف. صحيح الحديث. على كل حال يمكن هو يمكن موجود، ولكن أنا ما أراه. عفوا حبيبي. لأنه يستدلون يعني يحفظون كلامك بأنه الشيخ بن باز قال ليس بصحيح، وأكثر من شيخ هو ليس بصحيح. يقولون يعني انظروا إلى شمسي وكذاب يكذب يدلس. هكذا العلم. بارك الله فيك. العلم الآن مثال ذلك الشيخ بن باز يقول ضعيف، لكن الشيخ الألباني يقول صحيح. فأنا لا أدلس أن الشيخ الألباني يقول حديث صحيح. الشيخ الألباني أنا قرأته بنفسي. إن شاء الله تمام. بارك الله فيكم. كان بس عندي هذا السؤال. أنا بس ما أعرف الشيخ بن باز ماذا يقول، لكن أعرف أن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يقول ضعيف. نعرف. لكن أنا لماذا أتبع بأنه صحيح؟ لأنه يوافق القرآن ويوافق الأحاديث الصحيحة. بارك الله فيكم. على كل حال أخي شمسي يجب عليك أن يعني تسوي حالك صفحة بصراحة، يعني هذا مما يعني ينشر الإسلام والسنة إن شاء الله. إن شاء الله. لكن أخي والله هذا يساعد على نشر الإسلام والسنة، فلا تتريث في هذا الأمر. بارك الله فيكم. لن أطول عليك. عندك صلاة. السلام عليكم. حياكم الله. نعم الحمد لله. بعض الناس سريع يقول لك يدلس. لا، أنا ما أدلست، أنا ذكرت بأنه صحيح، لأن بعض العلماء يقول صحيح. طيب، فالآن وبعض العلماء ربما يقولوا ضعيف، لكن هذا الحديث يوافق الأصول الإسلامية، وهي قول الله جل وعلا عندما أمر موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون، ما قال اذهبوا إلى مجالس فرعون أو عفوا إلى مجالس بني إسرائيل وتكلموا عنه. بارك الله فيكم. فبعض الناس أيها الأحبة في الله يدخل في مجال الدعوة بدون علم. مثال ذلك الشيعة يأتيك يقول لك هذا الحديث صحيح، تقول لك كيف؟ يقول لك قال الباني أو إسناده صحيح. إسناده صحيح لا يدل بأن الحديث صحيح. طيب، من قال هذا الكلام؟ ابن الصلاح في كتابه، فمقدمة ابن الصلاح، لأن بعض الأحيان يكون المتن في مشكلة. الله بلاس يا أخي. والله يا شمسي في عمري 14 سنة وأحب فيديوهاتك وكلماتك وطريقة تفهيمك. بارك الله فيك محمد، وإن شاء الله تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة وإخلاص إن شاء الله. حفظك الله يا أخي الكريم. يسب المسلمين؟ من يسب المسلمين يونس؟ والله صلاة المغرب أنا لابد أذهب.
خلاص نكتفي بهذا. أعتذر إخوة، حياكم الله. نعم. I love good for Shia. I love good for Shia. والله I love good for them. Anyway إخوة، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على إمامنا وقرة أعين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.